السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة هنكلمكم عن الفجالة، أرض الطبالة. كان زمان اسمها أرض الطبالة. الفجالة تاريخيا كانت موجودة في مصر قبل الفتح الإسلامي، وبعد الفتح الإسلامي اتعرفت باسم قرية أم دنين، وكان فيها بستان اسمه البستان الكافوري، اللي كان بتاع واحد اسمه أبو بكر بن طفح الإخشيدي. البستان الكافوري مكانه بالظبط في شارع كلود بيك وباب البحر. في أيام الحكم الفاطمي في عهد المستنصر بالله كان عايز يعمل وحدة بين الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية. كان ساعتها الخلافة العباسية ضعفت، فحصل إن ادعاله على المنابر في بغداد 40 جمعة بحالهم. فجت واحدة طبالة ومغنية، غنت له قصيدة. القصيدة بتقول إيه؟ بني العباس ردوا ملك الأمر معد، ملككم ملك مستعار والعواري تسترد. لأن الخليفة المستنصر بالله كان اسمه معد. وبعد القصيدة دي والأغنية دي الخليفة المستنصر بالله ادى للطبالة دي أرض حلوة كده على النيل، لأن فرع النيل كان بيعدي في الحتة دي، واتسمت بأرض الطبالة. في الفترة الأيوبية أيام صلاح الدين الأيوبي خلى وزيره قراقوش يضم أرض الطبالة للقاهرة، وعمل حواليها سور كبير، لأن ضم مش أرض الطبالة بس، ضم أرض الطبالة والفسطاط والعسكر والقطاع ومناطق أخرى، ضمهم للقاهرة وحوطهم كلهم بسور من حجر النحيت وبنى القلعة. فإذا في أيام صلاح الدين المناطق دي كلها اتضمت للقاهرة، لأن القاهرة كانت مربع صغير اللي كانت معمول اللي كان بنيه جوهر الصقلي. وقتها كانت مربع صغير محاط بسور من الطوب اللبن، كان مساحته 1500 في 1100. يعني كانت الحتة اللي هي من باب الفتوح لباب زويلة، ومن تحت الخليج المصري اللي هو شارع بورسعيد دلوقتي. دي كانت حدود القاهرة الأولانية. صلاح الدين جه وسعها. وفي أرض الطبالة من ناحية ميدان رمسيس بنى الأيوبيين قلعة اسمها قلعة المقص. بعد كده هدها واحد اسمه شمس الدين المقصي، هدها وعمل مكانها بستان جنب فرع النيل بالظبط. ومن ناحية بقى باب الشعرية كان في قرية اسمها قرية كوم الريش. الفلاحين اللي فيها هجروها وبقت مقلب للزبالة. جم أيام الحملة الفرنسية نظفوها واعتنوا بيها. بعد كده أيام القاهرة الخديوية أيام الخديوي إسماعيل جه علي مبارك دخلها في حدود القاهرة وخطها ونظم فيها البساتين واتبنى فيها القصور، وكان متر الأرض بيتباع مفيش بأقل من قرش، واتعمرت الحتة دي. اسم الفجالة هو اسم جديد، كان من 200 سنة بس، واتسمت الحتة دي أرض الطبالة بالفجالة علشان كان بيتزرع فيها الفجل، كانت مشهورة بزراعة الفجل. وكانت الفجالة المكان المفضل لسكن التجار والمثقفين الشوام، وكان من أشهرهم إبراهيم زيدان أخو جورجي زيدان صاحب جريدة الهلال، عمل هناك مكتبة ودار نشر الهلال سنة 1899، واتعمل فيها برضو من أبرز المكتبات وأدوار النشر دار نهضة مصر اللي اتعمل سنة 1938، ومكتبة مصر اللي عملها سعيد جودة الصحار اللي هو أخو عبد الحميد جودة الصحار، عملها سنة 1934، ودي كانت بتنشر روايات نجيب محفوظ. والمكتبة المصرية سنة 1940. ودار المعارف اتعملت في الستينات، دي حديثة بقى، دي في الفترة الحديثة. ومن أبرز الشخصيات اللي سكنت في الشارع دون روزي اليوسف، كانت ممثلة في الأول وبعد كده التجأت للصحافة، بقت صحفية. ومن أبرز المعالم اللي هي موجودة على أطراف الفجالة مسجد أولاد عنان اللي اتفكك واتنقل واتعمل مكانه جامع الفتح. وبكده نكون خلصنا لكم حكاية الفجالة، أتمنى إنها تكون عجبتكم.